أهلين فيكم، يا رب إن شاء الله دايما تكونوا بخير وبصحة وعافية. عملت اليوم معاكم غريبة سهلة ومكوناتها بسيطة، بثلاث مكونات بس. ما شاء الله بتجي شكلها روعة، أحسن السوق وهشة. وجربوها شوفوا ما شاء الله شكلها بشهي ولا أروع، وبطريقة بسيطة للمبتدئين. حتى أول مرة راح تنجح معاكي، بس تابعي الخطوات وشوفيها كيف هشة وتذوب ذوبان. وإن شاء الله تجربوها، ورح نبدأ المقادير ونقول بسم الله وتابعوا الفيديو للآخر. أول إشي عندي هنا نص كوب زبدة. أنا استخدمت هنا زبدة حيواني، بتكون درجة حرارة الغرفة يعني السائلة بهاي الطريقة، بتخلوها برا شوي. نص كوباية. عندي هاي معلقة فانيليا اختيارية، يعني معلقة هيك بسيطة رشة. وعندي نص كوب سكر مطحون، أنا من نخلاته، أحسن أفضل تنخلوه. راح ألفهم بهاي الطريقة عشان ما يتناطر السكر أول إشي، بعدين أخلط عليه من الخلاط أولعه. بعدين هاي اختيارية، ممكن تعملوها بيدكم بس عشان أسرع، ممكن تعملوها بيدكم تخلطوها، وممكن تعملوها بالخلاط بهاي الطريقة لغاية ما يصير معانا الخليط كريمة. أهم إشي يكون كريمة ولونه هيك بيعطي على بياض. شوفوا كيف الطريقة، كيف بيكون هيك لونه كريمة عشان تنجح معاكم. وبعدين عندي هين عندي الكوب الأول من الطحين. شوفي كيف الطحين أنا نخلته، نخلوه الأفضل مرة أو مرتين. وهاي الكوب التاني، يعني استخدمت كوبين. وهلا الأهم إشي لما تخلطوها بهاي الطريقة لا تعجنوا عجن أبدا، بتلموها لمان بطرف أصابعكم أو بسبوتيلا. وعندي هنا بعد ما خلطتها شوفوها كيف هيها بهاي الطريقة لغاية ما تلم معاكم العجينة. وشوفوها كيف بتكوروها بهاي الطريقة وتجربوها. حسيتها هنا العجينة بدها شوية زبدة، أنا في الوقت هاي ضفت لها تقريبا معلقة زبدة، أقل من معلقة كبيرة بس هيك شوية. وبعدين عاودت خلطتها هيك طرف أصابعي وهلا كورتها. شوفوا كيف بتكوروها بهاي أي طريقة بدكم إياها. أهم إشي متعملهمش كبير حبات كبار كتير عشان بعدين راح يفتحوا بالفرن راح ينفشوا. إذا بتحبوا تكون الحبة نفسها ممكن تستخدموها بمعلقة المعيار الصغيرة أو بمعلقة عادية عشان يطلعوا الحبات زي بعضهم. بتكوروها بهاي الطريقة، أهم شي تكون مستوية ما فيهاش أي إشي. تحطوا عليها حبة فستق، أي إشي بدكم إياه تزينوه من فوق. وهلا خلصت أنا اللي عندي كلهم صينيتين. وأهم شي الفرن يكون والع مسبقا، وبتحطهم بالرف الوسطاني على تقريبا حرارة 180 200. أهم شي الفرن يكون سخن عشان ما تفتح معاكم الدوب. وتوقفوا عليها ما ياخدوش منكم دقيقتين يكونوا جاهزين. وهنا بعد ما طلعتهم من الفرن كانوا هنا سخونين. أهم إشي لا تمسوهم عشان يكونوا كتير طريين، بتحطهم على جنب هاي الصينيتين مع بعض. الخطوة الفرن كتير مهمة. وبعد إنها ما بردوا عندي وريتكم كيف طلعوا من تحت، بس الفرن من تحت أنا ولعته على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني، وتخلوهم وانتم واقفين عليهم ما بياخدوا ولا دقيقة. بعد ما بردوا عندي تحطهم بأي تقديم، طبق تقديم. شوفوا ما شاء الله شكلهم ولا أروع وهشين. وجربوها وإن شاء الله الطريقة تعجبكم. شوفوا ما شاء الله كيف شكلهم. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل الجرس عشان يصلكم كل جديد، ولايك للفيديو إن شاء الله يكون عجبكم. وشوفوا ما شاء الله شكلهم بشهي. وإن شاء الله كل عام وانتم بخير، ونشوفكم بصحة وسلامة، والله معاكم، مع السلامة.